المغرب لن يكرر غلطة البرازيل وجنوب أفريقيا في استضافة المونديال. كيف ذلك؟ رو20.com. منذ 20 ساعات بعد 5 محاولات نجح المغرب أخيراً في الظفر بشرف استضافة كأس العالم بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم نجاح الملف الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وتعد هذه النسخة سابقة في تاريخ البطولات العالمية، حيث ستنطلق في قارة وتنتهي في قارتين، وستستضيف أوروغواي وباراغواي والأرجنتين المباريات الثلاث الأولى للاحتفال بمرور 100 عام على أول بطولة لكأس العالم، ثم تنتقل المنافسات إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال. وتنظيم كأس العالم ليس مناسبة رياضية فحسب، بل فرصة لتحقيق فوائد اقتصادية للبلدان المنظمة على مستوى السياحة والخدمات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي ستتأثر إيجاباً. وفي المقابل فإن الدول المستضيفة عليها توفير أغلفة مالية مهمة لتوفير الملاعب والبنية التحتية اللازمة لاستقبال العالم. متتبعون يرون أن المغرب لن يكرر غلطة جنوب إفريقيا التي استضافت كأس العالم 2010 والبرازيل 2014 حينما تكبدتا خسائر كبيرة بملايير الدولارات، وبقيت الملاعب عرضة للإهمال بعد نهاية البطولة نظراً لضعف الدوريات المحلية والموارد المالية الكبيرة التي خصصت لبنائها دون تخطيط أو استراتيجية.